كنافه بسبوسه معودنا على الاختراعات، فتعال نشوف اختراعات النهارده. بس ايه الاختراعات الجديده من كنافه وبسبوسه؟ كلاسيكات وبشوات حاجات كده. بشوياتي ماشي زي الفل، شكرا. وقبل كده ما نخش في اي تفاصيل، البوكس بتاعهم بتاع رمضان شيك جدا. بص بقى يا سيدي، رمضان مع كنافه بسبوسه السنه دي عامل كلاسيكي بشواتي وكلاسيكي خواجاتي. تعالوا الاول كده نتكلم على الخواجاتي، ودي عباره عن كنافه بالشوكولاته وكنافه بالكندر، واخر حاجه بقى باللوت. وكل اللي كلمتك عليهم دول اسمهم خواجاتي. وزي ما في كل سنه كنافه بسبوسه معودنا في رمضان على البولات بتاعته، فالمره دي عاملين لنا ميكس كده في 4 واسمها القطوطه. وعلشان كنافه بسبوسه جامد وبسم الله ما شاء الله عنده 25 فرع في مصر و2 في السعوديه، فانا جاي يا عزيزي واقول لك ان شفت حاجه بالجمال ده، شفت حاجه بالطعم. تعالوا بقى اعرفكم كلاسيكيات بشواتي. وطبعا مش محتاج اتكلم على الكنافه النابلسيه عشان طول عمرها جامده، واللي ابهرتني ومش هتلاقيها في اي حته تانية كنافه بالتمر. ايوه يا عزيزي كنافه بالتمر. نيجي بقى نتكلم على احلى حاجه بحبها من عندهم، اللي هي البسبوسه، ودي اللي هيتقال لها ست بسبوسيت لبسبوسه بالسكر والعسل، لان معموله عندهم بكل الحب اللي في الدنيا، ده غير ان هي معموله بالسمنه البلدي. وعندهم كذا اوبشن، ممكن تاخدها ساده، ممكن تاخدها مكسرات، ممكن تاخدها بالقشطه. فباختصار كده عايزين انا جاي اقول لك ان كنافه وبسبوسه هتلاقي كل اللي انت تتخيله وما تتخيلوش في المكان ده. واخيرا اقدر اقول لك اخيرا عرفنا ليه كنافه وبسبوسه دايما عليه زحمه.